إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عباد الله. اعلموا رحمني الله وإياكم أننا كأمس القريب كنا نستقبل شهر رمضان، وها هو قد مضى منه 10 الأوائل وكذلك 10 الأوسط، لأننا اليوم في يوم 19 من هذا الشهر المبارك. وهذا يدل أن أعمارنا تتجه إلى النقصان وليس إلى الزيادة، فإن شهركم المبارك أعزب على الرحيل، ما بقي منه إلا 10 الأواخر التي تعتبر 10 التي لها خصائص، والعشر ليس كبقية العشر، فإن هذه العشر هي 10 المباركات، وهي 10 الرحمن، وهي 10 الفضائل، والعشر يضاعف فيها الحسنات وتغفر فيها الذلات، كما هي أيام رمضان كلها مباركة، لكن أيام 10 الأواخر لها مميزات خاصة. أولا، أن القرآن العظيم نزل في هذه العشر، كما ثبت أن القرآن العظيم نزل في ليلة القدر، والتماس ليلة القدر إنما يكون في 10 الأواخر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ومن مميزات هذه العشر أن فيها ليلة القدر، الليلة التي ذكر القرآن بأنها خير من 1000 شهر، يعني ألمن الخير في هذه الليلة خير من 1000 شهر، وذلك 83 سنة، وعليها زيادة 4 أشهر فيما يذكر أهل العلم بالنسبة لفضيلة هذا اليوم المبارك. فالله عز وجل ذكر أنه خير من 1000 شهر، يعني الصلاة فيه خير من الصلاة في 1000 شهر، يعني الصيام فيه خير من الصيام في 1000 شهر، يعني الصدقة فيه خير من الصدقة في 1000 شهر، وكل الخيرات هكذا نقيسها. من منا يا ترى يعيش 83 سنة إلا من قدر الله له طول العمر، فإن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 أو 70، وقليل من يتجاوز ذلك كما ثبت عنه عليه السلام. فإذا هي غنيمة باردة أن تجد أجر 83 سنة فقط في ليلة واحدة. هذه هي ليلة القدر. وليلة القدر من مميزاتها أن الله عز وجل ذكر أنها ليلة مباركة، وذكر الله عز وجل أن فيها يفرق كل أمر حكيم، وذكر الله عز وجل أن الملائكة تتنزل فيها، والروح يعني ملائكة جبريل كذلك ينزل في ذاك اليوم من كثرة ما فيه من الخيرات والفضائل. ومن مميزات ليلة القدر أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن مميزات ليلة القدر أنها خير كلها، كما ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه
فيما ذكر إمام مسلم في صحيحه أن فيها ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. علينا أن نكثر من جميع الخيرات لأنها ليلة فقد تأتي مرة في السنة، ونزول القرآن كان في هذه الليلة كما ثبت كذلك في هذه الآية وفي هذه السورة التي ذكرنا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ففي هذه الآية أن الله عز وجل فخم أمر ليلة القدر بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، وذلك عظما لشأنها تعظيما لشأنها. وكذلك ذكر الله عز وجل أنها سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني كلها سلام من أي المشاكل التي يواجهها الإنسان في هذه الحياة، وكذلك سلام من الآثام، وكذلك سلام من كل ما يخافه الإنسان، فهي سلام حتى مطلع الفجر. اختلف أهل التفسير في أن الله عز وجل أقسم بليال 10 من أول سورة الفجر، حيث قال الله عز وجل والفجر وليال 10، فذهب أكثر المفسرون على أن هذه الليالي 10 هي أشهر الأوائل من شهر ذي الحجة، وذهب البعض إلى أنها هي أشهر الأواخر من شهر رمضان. ثم بدأوا يتناقشون هل هي أفضل أم هذه، فمنهم من ذهب إلى أن أشهر الأواخر من رمضان هي أفضل لأن فيها ليلة القدر، وذهب الآخرون إلى أن الأشهر الأوائل من شهر ذي الحجة هي أفضل لأن فيها يوم عرفة الذي هو سيد الأيام ومن أفضل يوم طلعت عليه الشمس. على أي حال أيام عشر الأواخر أيام الفاضلات، ينبغي للإنسان أن يجتهد ويشمر كما ذكرت لنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه السلام إذا دخل العشر شد مئزرة أحيا ليلة أيقظ أهله، وكل ذلك طلبا لنيل ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. ومن مميزات هذه العشر الأواخر أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن الاعتكاف، وكذلك هو بنفسه فعل الاعتكاف في هذه العشر الأواخر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف زوجاته بعده عليه السلام، فهي سنة ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وذلك الاعتكاف إنما هو حبس النفس عن التحركات وعن التجويلات وعن التجول في خارج ما هو العبادة، وتلتزم داخل المسجد قصدا لليل مرضاة الله عز وجل وابتعادا عن معاصيه، وذلك طلب رضا الله عز وجل في مكوثك في المسجد. هذه سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يغتنم هذه العشر الأواخر، وأن يمن علينا بأعمال الخيرات فيها، وأن يبعد عنا المعاصي والذلات في هذه العشر الأواخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله
salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Yan uwa masu girma, yau muna 19 ga watan Ramadan, ma'ana a daren nan awoyi kaɗan masu zuwa za mu shiga 10 mai tsada ta ƙarshen Ramadana, 10 wacce ta kamata mu nuna ma Allah da gaske muke a wajen neman aljanna. Haka manzo alaihi salatu wassalamu ya nuna ma Allah tabaraka wa ta'ala wajen himma da ƙwazo da mai da hankali. Wannan 10 ta ƙarshe ta sha bamban da duk wata 10 ta gabata a cikin kwanukan rayuwarmu. 10 ce ta musamman, 10 ce ta falala, 10 ce ta rahama, 10 ce ta gafara daga zunubai, 10 ce wacce ta kamata a ce dukkan daƙiƙa da minti na cikin wannan 10 mun amfana da shi, ba mu bashi ya tafi haka nan ba. 10 ce da Allah ya saukar da Ƙur'ani a cikinta kamar yadda ya ambata a suratul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khairun min alf shahr. Tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 10 ce wadda ba za ka ce ta kuce man ba dan baka ma riga ka shiga ba. Ba za ka ce na makara ba dan ba a ma fara ba. Kuma duk wanda ya lura zai gane alkhairi akan kalli ƙarshen yadda aka ƙare ba farkon yadda aka faru ba. Wasu sun faro azumi da himma da ƙwazo, amma a ƙarshe sai ka same su da kasala. Lallai alamun alkhairi ya shigar jikin mutum shine ƙarshe ya fi farko, domin al'ibra bil khawatim, abin lura da mai kacika ba wai farkon kaɗai ya fi ƙayatarwa ba. Zan maku misali, da mutum zai raka'a 4 na sallar la'asar ko kuma a zuhur ko isha, amma a zaman tahiya sai alwalar shi ta warware, la shakka duka baya ya rasa sallar shi gaba ɗaya. Me yasa? Saboda bai idasa da yadda ya faru ba. Don haka aka ce kullum mu dage ƙarshen mu fi ba da himma, domin shi ne ake ƙarewa da shi. Ko da masu tsere in ka lura, don ka taso da ƙarfi da farko amma ka sa kasala ƙarshe, ba kai za ka yi na ɗaya ba, kuma an riga an amshi kyautar ba kai za ka amsa ba. Saboda haka ko ka taso da rakwa-rakwa in ka buɗe wuta a ƙarshe, insha Allahu za ka kai labari. Wannan misali ne akan yadda ya kamata mu zama a wannan 10 na ƙarshen Ramadan. 10 ce da aka saukar da Ƙur'ani cikinta, 10 ce da ke ɗauke da daren Laylatul Qadri a mafi ingancin fassarori da maluma suka yi, cewa a 10 kuke laliben samun daren Laylatul Qadri. Shi wannan dare Allah ya nassa ya fi wata 1000 falala da lada wanda za ka samu na ibada da alkhairi da duka gabatar. Wata 1000 nan a lissafi aka ce shekara 83 ne da kusan wata 4, wanda ƙalla wanda zai rayu tsawon wannan doguwan rayuwa sai kaɗan daga wanda Allah ya yi ma babban baiwa a cikin wannan al'umma da shekarunta, in ji manzanta, bai wuce 60 zuwa 70, kaɗan ne ke wuce haka. To a ce duk shekara ka samu 83 kana maimaitawa, ai babban alkhairi ne. Haka cikin daren Lailatul Qadri Allah ya kambama al'amarin daren, ya ce wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan girman matsayin ka kausan me Lailatul Qadri, kamar yana buƙatar ka maida masa hankali da himma. Haka nan dare ne da Allah ya ce tanazzalul mala'ika, mala'iku kawai ke sauka saboda falalar wannan dare. Warruh, kai hakko mandan mala'iku, mala'ika Jibrilu ba a bar shi a baya ba. Fiha, duka wannan bayan nan Allah ya ce salamun hiya, baki ɗayanta aminci ne, aminci daga dukkan wani abin fargaba, hatta matla'il fajr, har zuwa fitar alfijir duk ita ce. Allah ya ce a wata ayar, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Daren Lailatul Qadr a cikin shi ake budget na komai na shekara. Kuma wata ayar Allah ya ce lailatun mubaraka, dare ne mai tarin albarka. Allah da kanshi ya kira shi mai tarin albarka. Kai kanka ka san al'amarin yana buƙatar mai da hankali da natsuwa. Har yanzu annabi rahma yana ce mana wanda ya samu ya tsayuwar Lailatul Qadr yana mai imani da kwaɗayin lada, duk zunuban shi na baya
ya gama wanke su ya zama kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi, wannan ma babban alkhairi ne. Hakanan hadithin Anas ya ce ita daren Laylatul Qadr alkhairi ce dukkanta, ba mai asararta sai asararre. Allah ka samu cikin asararru. Bayan haka mu gane cikin goman ƙarshe annabi rahama yakan sha bamban da sauran kwanukan Ramadana gaba ɗaya. Nana Aisha a ruwaya Imam Muslim da Bukhari ta ruwaito cewa ma'aiki alaihi salam in goma ta zo sai ya ɗaura gyautansa, alama ce ta himma da ƙwazo, kamar ka ce ya ɗaura ɗamara, ya tayar da iyalin gidansa, ya rayar da daruruwansa, duk don me, don neman Lailatul Qadri. Kenan kamar ya ce mana, kai ɗan uwa in kana neman daren Lailatul Qadri to kaga yadda annabi ya neme ta, kai ma a haka za ka neme ta. Goman dukkan ta rayas, ma'ana in kana jin tana cikin kwanukan wutiri insha Allahu ka rayar da su, in kana jin tana cikin kwanukan shafa'i insha Allahu ka rayar da su. Har malamai suka ce an ɓoye ta ne don kai ta ƙwazo ko ba komai in ka raya duka ka same ta, ba ta ɓoye ba daga barinka. Duk wannan za mu same shi in mun mai da hankali a daren Lailatul Qadri, kamar yadda yake annabi rahma yana itikafi a wannan goma na ƙarshen wata. Itikafi ibada ce wadda kai za ka iya yi, ni zan iya yi, mu za mu iya yi. Babu babba a itikafi babu yaro. A cikin garin Abuja wani ke ban labari, wai an ga wani darakta ya shiga itikafi, sai ɗan uwansa darakto ya zo ya ce, kaiwa ne hadda kai za ka yi wannan abin da marasa aikin yi ke yi? Itikafi? Wallahi kwaso kayan kamuban masallacin nan kafin 'yan jarida su samu abin rubutawa a kanmu. Ma'ana har abin ya kai ga in ka kai wani matsayi, wai aikin marasa aikin yi ne itikafi. Me kake nufi in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan alkhairi ka ce marasa aikin yi? Hidindimu sun ma yawa, amma duk hidima in ta hana neman aljanna ne, ina ga alkhairin ta kaɗan ne. Don haka 'yan uwana, itikafi koyi ne guda da kwana kai, ka samu ladan sunna, ka ɗabbaka abin da ma'aiki alaihi salam na Aisha ta ce ya yi har ya bar duniya, kuma bayan shi matan shi sun ci gaba da itikafi. Yana nufin fa kamar ka lazimci masallaci, idan ka lazimce shi za ka yanke idanka daga ganin haram, kunnanka daga jin haram, tunaninka daga hararo haram, ka duƙufa ibada. Wannan shine zai baka daman tsabtace zuciyarka. Aka siffanta itikafi kama a ce gwata ce a tsakiyar gari, ruwa mara kyau na zuwa mata ta kunna, ta ido, ta ko'ina, sai aka toshe wannan ƙofofi, aka kwarfe ruwan, aka wanke shi, aka koma ba ruwan da zai zo sai mai kyau, warin da ke tamunta zai daina, kuma komi zai tafi daidai. Ma'ana gurɓacewar zuciyarka na buƙatar itikafi domin tsabtace ta. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu himma da ƙwazo a wannan kwanuka goma masu zuwa. Dukan alkhairi da aka ce mutum ya yawaita, ba ya tsaya akan sallar dare ba ko itikafi, sadaka, zikiri, tilawa ƙur'ani, sallar dare, duka suna cikin alkhairan da ya kamata mu yawaita a cikin wannan goma. Batun kayan sallar yara da sauransu kada ya ɗauke mu shiga kasuwa har goma ta ƙare ba mu fito ba, sai ana gobe sallah mu fito muna tunanin ya aka yi haka. A'a, mu yi ƙoƙarin amfana da goma na ƙarshen Ramadana. Haka ma'aiki ya koyar da mu, haka sunna ta tabbatar. Mu ne masu gazawa da rauni, ga dama Allah ya ba mu ikon amfana da ita. Ababen da ke damun wannan ƙasa da wasu yankuna nata gaba ɗaya muna roƙon Allah ya yi mata. Allah ya tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasanmu. Ana da biki na rantsar da sabbin shugabanni da aka zaɓa a cikin, in ce, kusan satin nan da za mu shiga. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a yi lafiya, a ƙare lafiya. Allah ya zaɓa ma shugabanninmu mashawarta nagari, duk wanda zai taimaka wajen kai al'umma da ƙasa zuwa ci gaba. Allah ya sanya ya samu nasara cikin abin da za a zaɓa na shugabanni. Wanda ke da fasadi da nufin sharri a ran shi, Allah ya fi mu sani, kada Allah ba shi dama.
Allah muna roƙonka ka kare mu daga dukkan kaidin mai kaidi. Allah ka kare mu daga dukkan kaidin mai kaidi. Allah ka sanya Ramadana ya zamanto tsira gare mu gaba ɗaya. Allah ka karɓa azuminmu, Allah ka karɓa sallolinmu, Allah ka karɓa addu'o'inmu, Allah ka yaye damuwarmu, Allah matsalolinmu kafi mu sanin su, Allah ka yaye mana. Allahumma rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعتق رقابنا من النيران، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم أنزل الأمن والاستقرار في نيجيريا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا وأراد نيجيريا بشر فأشغله في نهري وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. ونجنا من بين كيد الكائدين سالمين غانمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع أسباب سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أتمم لنا بخير يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.